الأحباب الكرام، الوجوه الطيبة التي عليها سين الصبر والصيام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله أن أمهلنا عمرا فبلغنا هذا الشهر وبلغنا أعظم يوم فيه يوم الفرقان، يوم أن نصر الله دينه وأعز جنده. كالمعتاد بعد الترحاب بكل الإخوة والذين جاءوا من فج بعيد جزاهم الله خيرا، وهذا سيكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله سعيا. الحديث عن غزوة بدر كل مفردة ستكون دونه، لأن والله هذه الغزوة ليست قصة، مع أن السيرة كلها ليست قصص، السيرة يقال أنها قصص ولا حكايات، لأن السرد التاريخي ما به فايدة، لكن هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم سيرتهم إنما هي تعبد. الله جل شأنه أمرنا أن نتعبد بسيرة هؤلاء. غزوة بدر هذه لها أسباب ولها دوافع. أولا، ما السبب الذي سميت فيه بدر؟ قالوا لأنها وقعت في بئر يملكها رجل يقال له بدر بن يخل. بدر ده مالك الدينية بين مكة والمدينة، فشاء الله أن يقع فيها القتال. والسبب قلنا الرافلة الذي كان يقودها أبا سفيان بن حرب، والذي من الله عليه بالإسلام فيما بعد. الغافلة هي عشان الناس ما يسوء الظن ولا يكون الصحابة بين نهب ولا رباطة، اعتبروا الغافلة لأن الغافلة أصلا من أموالهم. الغافلة دي ذاتها في أموالهم، من أموالهم، وخرجوا من ديارهم وأموالهم. الصحابة الواحد بس مرة كده بس بيجيب، فشاهدنا إنه الغافلة الصحابة حين اعترفوها إنما فيها أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استخبارات وسنته هند أبو سفيان عنده غافلة بعيدة. الغافلة هي قوام 1000 بعيد كلها محملة بالثمار والطعام والثياب، وصحابته إلا الأنصار جزاهم الله خير كانت معهم أموالهم، يعني إذا شد الحوجة لو غنموا هذه الغافلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم على أصحابه أن يخرجوا. الخروج ما كان وجوبا، قال من كان حاضرا فليخرج معه. الجاهز أيوه، واللي ما جاهز لا تثريب عليه. وكبار الكلام ده ب3 أيام تحديدا عاتكة بنت عبد المطلب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا في المنام، والرؤيا هذه أفزعتها. أول ما شوية قامت كلمت بها أبوها منه سيدنا العباس بن عبد المطلب. في ذاك الزمان قيل أسلم سرا وقيل لم يسلم. المهم حدثت أبوها العباس بن عبد المطلب وقال والله أنا رأيت رؤيا، والرؤيا دي مضمونة أنه راكب في راكب بعيد وأناخ بالأفضح، وكان يقول انفروا إلى مصارعكم في 3، انفروا لمصارعكم يا آل غدر في 3. يعني مضمون الكلام ده بعد 3 يوم بتحصل كعة، دي حاجة ما طبيعية. العباس كلم الوليد بن عتبة من المشركين صاحبه كان، الناس ما كلهم إلا فرق بينهم الدين، كلهم أبناء الأمة وأنصار أصحاب. الوليد
ابن عتبة كما قال الشاعر ألا كل سر جاوز اثنين ضائع. أسير لما يفوت الاثنين خلاص بيبقى مباح. الوليد حدث أبوه عتبة ابن ربيعة، وعتبة طوال يعجبه شال الكلام في سرة وأداه لأبو جهل. قال له والله عاتك دي قال وأعطيها رؤيا، والرؤيا دي قالت بعد 3 يوم تدخل البلد مدخول شر. كيف الكلام ده؟ فالوالد ابن العباس حينها طبعا الناس كلهم كانوا يعظموا البيت، كان طائف بالبيت. أبو جهل جاء له قال له يا أبا الفضل هلم إلينا بعد طوافك، بعد ما تكمل طواف انت دايرك، لأنه انتم حصلت إنكم حاجة أختك دي قالوا شافت لها رؤيا وكذا تعال ورينا الحاصل. فالعباس قال لما ناداني وقال لي ما رؤيا عاتك والحصل شنو؟ قال أول مرة أنكرتها وكنا ما في حاجة من الكلام ده. المهم أبو جهل قال له والله سنتربص الثلاث ينتظروها، لكن لو ما حصلت حاجة سنكتب عنكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. وأصلا لما بيجي الطلب يحذر ليه، هم زعلانين عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا أخواننا ده السبب قالوا الخل أبو لهب ماله ما يطلع لغزوة بدر. قال له له يا أبو لهب أنت ما طلعت غزوة بدر، في واحد قال بالروس يعني طلعوا بدر. قال لهم لأن رؤيا عاتك أختي أخذت بيد أمسك لي ونقطع عليك. أصلا الكلام ده ما بيقع وضع يعني رؤيته. فسبحان الله الجماعة اليوم الأول والثاني والثالث خلاص قريب مع الظهور كده. بالله أبو سفيان كمان طوال يرسل شنو؟ أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري زول بتاع تمثيل، واستأجروا وقال لهم تمشي مكة وتدخل المسجد الحرام، والمهم رسم له إحداثيات معينة يجيب فيها ويقول ينادي يعني القول اللطيمة أين محمدا عرض إلى أموالكم لا أرى أن تدركوها القوس يعني دول زي المؤرخ كده بتاع تمثيل. والسبب أنه نرجع شوية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسل 2 من الصحابة سيدنا بسبس بن عمرو الجهني وعلي بن أبي الزغبان يرسلوا الطليعة يشوفوا أخبار أبو سفيان شنو؟ العين. فسبحان الله أبو سفيان برضه ما أمن مع أنه عنده حراس. جاء وسأل قال لهم شفتوا حاجة هنا مريبة ولا تحركات؟ قال له والله شفنا راكبين بعير نفرين عندهم وأنافسهم هناك في البيت ومشوا. سبحان الله أبو سفيان طبعا كنا داهية وذول عنده خبرة، مشى محل المبرد حق الإبل دي وشال البعر فتته كده، قال والله إنها على يثرب. ده فزع النوى ده إلا إبل المدينة هنا ما عندنا. فطوال شنو؟ على إثرها رسل منه ضمضم ابن عمرو الغفاري ده صرخ فيهم. طبعا خلاص أبو جهل زي ما تقولوا السر بقى جهر والمجان بقى بقروش، تاني ما في كلام، البقروش بقى مجان. سيدنا العباس عايل لهم زي ده، هل حصل شنو يا جماعه؟ الدغري يعطيك صدقه. فطوالي ابو جهل زعل عظيمه خلاص. قال كيف يعني محمد ده؟ قال زي ابن الحضرمي هي سريه غنموها المسلمين قبل شهور من بدر. فقال ابو جهل نسل امواله كلها. قال يعني ما عنده بدين، ما عندك بعير تمشي تركب، ما عندك حصان تشيل، ما عندك درع تشيل، ما عندك قروش تشيل. المهم يعني ينفقون اموالهم في سبيل الله، يعني ثم ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. خلاص انفق امواله كلها في هزيمة الاسلام، ولكن شاء الله ان يغلب. بعد ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فرضت عليه المواجهة. الصحابة 313 وقيل 14 وقيل 17، لكن عند القوم يحجزون 313 هي عدد الجيش يا اخوانا. الجيم 3 والليل 10 والشين 313 عدد المصري ان شاء الله. حتى عندنا عند بعض شيخنا يعني يحصلوا بها على عدد الكرسي اي الكرسي. فجايين عند 313 هي كانت العدة التي خرجوا
الركبان الماشيين على إبل أو عندهم دواب 70، ولا الأسر معظم الناس يعني ما عندهم دروع، والفرسين بس الخيالة 2، سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا المقداد بن عمرو. المقداد ده عنده فرس، سيدنا النبي قال له تخليك على الميسرة، ميسرة الجيش، وسيدنا الزبير على الميمنة. وسيدنا الزبير قالوا كان معتجرا عمامة صفراء، حتى المدد اللي نزل من السماء الثانية قالوا كانوا لابسين عمة الملائكة عمة زي عمة سيدنا الزبير صفراء لها ذؤابة. فبعد ده خلاص الصحابة وجب عليهم القتال، وما كان في خاطر طبعا. عشان كده ربنا قال يعني وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله جل شأنه له تدبير. خلاص بعد ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار المهاجرين، ها يا أبو بكر، ها يا عمر، ها يا مقداد، قالوا له كلام طيب جدا جدا وأحسن. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان قصد المهاجرين يا أخواننا، كان قصد الأنصار، لأن الأنصار البيعة ما كانت بتلزمهم بنصرة النبي خارج مكة خارج دياره، والآن القتال سيكون خارج ديار الأنصار. فقام سيدنا سعد بن معاذ يعجبك، قال له يا رسول الله كأنك تريدنا، إذا عاوز رأينا نحن يا رسول الله؟ قال له نعم. فطوالي قام يعني قال الكلام الطيب، والله إنا لصبر في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر وقت على بركة الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه بالشراء. شوفوا قباله اللي سيدنا المقداد بن عمرو قال والله يا رسول الله لو استعرضت الى هذا البحر فخذه لخطاه معك، وما تخلف منا احد، وما نقول ان تلقى بنا عدونا غدا، ولا نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعدل الصفوف، وقبلها الصحابي العباد بن المنذر أو سيدنا عباد بن المنذر شاف المنزل الناس فوق الصحابة دي ما منزل كده كويس، أهل مكة طبعا دائما يعني دول أهل المدينة وهم الأوس والخزرج أهل حرب وأهل قتال. فقال له يا رسول الله أهذا منزلا أنزلكه الله أم إنها الحرب والخدعة والمكيدة؟ لو منزل بوحي 5 في القدوم مملك الحال، ولو كمان ما وحي أنا عندي رأي. فسيدنا النبي قال له لا إنها الحرب، ما في رأيك شنو يا أحباب؟ قال له أرى أن ننزل أقرب منزل من القوم، نكون قريبين نحن، وكمان المياه دي نغور الآبار دي كلها الشقالة دي نهدمها ونجعل لنا حوض نكون فيه مويه. فقال له يعني نشرب ولا يشربون، وحينها يضعف. ودي أخوان حتى الآن تعتبر في الحرب الاقتصادية، لو خلاص دولة غارت على دولة بتجفف منافعها أولا. فشاهدنا إنه سيدنا الحباب كان هذا الرأي منه رأيا صائبا، ويا هذه الديمقراطية ذات يا اخواننا والاستشارة وشاورهم في الامر. سيدنا سعد بن معاذ كمان قال يا رسول الله انا كمان عندي راي، عاوزين نبني لك عريش ما ارض قياده تصدر منه التعليمات ويقوى اليه الجرحى. فقال له شوف بالله طيبة النفوس يا اخواني، قال له والله لقد تخلف عنا اقوام ما نحن بأحب منهم أو بأشد حبا منهم لك، ولو يعلمون أنك تلقى حربا أو قتالا ما تركوه، فإن ظفرت فهذا ما نرجو، وإن كانت الأخرى رجعت إلى قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بخير. يا أخواننا طيبة النفس، يعني أنت بتقول لهم الناس اللي ورانا اللي تخلفوا دول والله بيحبوك أكثر منا، لكن ما قايلين لنا نحن يعني الآن في مطر زي ده. ونام الصحابة تفرقوا في الوادي ده قبل الليلة خلاص. الكلام ده يوم الخميس مساء
16 رمضان اللي هي ليلة 17. فشاء الله أن نام الصحابة حتى احتلم بعضهم. في جماعة أصبحوا جنب تب. ولي يا أخواننا قالوا ده الأمان، لأنه لو كان الناس دي أصلا خايفين مع قلة عددهم، الواحد منهم ذاته ما بقضي يجفلوا. وأنزل الله إبليس طبعا سول لهم في نفوسهم، أنتم تقولوا أولياء الله ومعاكم رسوله وأنتم الآن جنب، وبكرة لاجيكم قتال والناس بالآلاف، وأنتم يا هل حفلة 300 ريال. فطوالي الله جل شأنه أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني الحتة اللي كانوا نازلين فيها العدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، قالوا لبد فيها الرمل. يعني المطر لما تنزل في الرمل خلاص يكون ثابتة. وهناك المحل العدوة حقتهم انكفأت عليها السيول وأمورهم الجهجة تب خلاص. الصحابة يعني تطهروا، يعني الكان جنوب تطهر وخلاص أذهب الله عنهم رجز الشيطان أي الوساوس وأصبحوا أهل قتال. النبي صلى الله عليه وسلم في العريش الوحيد اللي ما نام. أحد الصحابة قال والله كل القوم ناموا إلا النبي وأبا بكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، ويدعو اللهم إن هذه قريش جاءت بخيرها وخيلائها وحدها وحديدها تحادك وتكلم رسولك، اللهم أحيهم القدى أي أهلكهم. وطوالي الاستخبارات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم قبضوا لهم الشباب 2 من المشركين، فقال لهم أهم القوم فيهم منو؟ قالوا لسيدنا النبي فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف، وعدلوا له رؤوس كلها أكابر مجرميها. فقال رمتكم مكة بفلذات أكبادها. وفلذة الكبد أي أعز ما تملك، عشان كده الابن سموه شو يا أخوانا؟ فلذة الكبد. ابنك فلذة كبد يعني أعز ما يملك. فمكة قال لهم أخرجت أعز ما عندها. بعد ده خلاص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو ويناشد ربه. وسيدنا النبي كان في لحظة خوف عظيمة، خوف أن يهلك هؤلاء فينتهي الدين. سيدنا النبي كان في لحظة الخوف وأبا بكر في لحظة الرجاء. وانقلبت الآية يا أخوانا. سيدنا الصديق زمان تذكروا في الغار، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا، وسيدنا أبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. سيدنا النبي يقول لهم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. هنا الآية انقلبت. سيدنا النبي كان في لحظة خوف وأبا بكر في لحظة رجاء. هون عليك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. رسول الله يدعو حتى يرى بياض إبطيه الشريفين ويقع رداءه عنه، وسيدنا أبا بكر يسوي عليه الرداء ويقول يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعد. خلاص يعني يا أخواننا على فرض أنه الصحابة ذلك هزموا ثاني دين مات خلاص، دين ثاني مات. وشاء الله أن يصبح الصحابة على هذه البشارة ونزول المطر. وكان سبحان الله إذ يريكمهم الله قليلا ويقللكم في أعينهم مع كثرتهم للصحابة لكنهم بسيطين. وديلك كمان عتبة بن ربيعة لما عمل له جولة كده في معسكر المسلمين، جاء راجل وقال لأبو جهل والله أنا عندي رأي يا أخي الناس دين نحن لو خليناهم لأن أصلا خرجنا للعيد، لو خليناهم لو لاقوهم العرب دين زي قتلوهم الله كافانا شرهم، ولو ظفر عليهم محمد ده برضه مننا وفينا بالحسب لنا. قال لهم يعني انت خفت يا عتبة، قال لهم انت خفت. وسيدنا النبي سبحان الله من بعيد بعين قال لهم ان يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الاحمر. عتبة كان راكب له جمل احمر. سيدنا النبي قال لهم لو الناس يفكوا خير نفس الزول ده، وفعلا نصحوا. عتبة بن ربيعة قال لهم ترجعوا، ابو جهل ما في داعي للعنان وقوة الراس، يا اخي احنا خرجنا للعير والعير نجم،
قال له لا والله لن نرضي حتى نأتي بدرا وننحر الجذور ونشرب الخمور ومغنيات معاهم واللهو والهلس كله، لكن الحجر لا يمنع قدر. خلاص بعد ده اصطفى صحب رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه قضيب، يعني قالوا سهم ليس فيه ريش بيعذبوه في الصفوف. ولقى واحد من الصحابه اسمه سواد بن غزيه نايم شويه كده من الصف امام حازم الجزيه، فقال له طعنوا في بطنه قالوا استوي يا سواد، فقال يا رسول الله اوجعتني انا داير القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص هاك الغضيب عشان تخلص. قال له لا انت لما طعنتني انا حاسب بطني ما كان فيها توب ولا كان فيها دين. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، فما على الرجل سواد الا ان اعتنق النبي وقبله في بطنه. فقال له ما حملك يا سواد على هذا؟ حاصل شنو؟ قال له والله اردت ان يكون اخر العهد بك. ظل عنده نيه يستشهد، فاعتنق البطن الشريف وقبله وقال حصل يا رسول الله ما ترى، واردت ان يكون اخر العهد بك ان يمس جلدي جلده. فكان من الشهداء 14 سواد بن غزية. بعد خلاص يا جماعه الحوض بتاع المسلمين مليان مويه تب، والمشركين بدأوا يلهثوا، المويه اللي عندهم كملت، ولد الابيات كلها جوا مهدومه. الله خلاص الليله اليوم يقولوا زي ما بيقولوا ما بتعرفوه. الخبرات جوها وين؟ استغرب. بعدين رجع لابو جهل، ابو جهل قال لهم ما تخافوا يا جماعه، الناس دي بعدين لما نتلاقوا معاهم ما لا يرسلوا خسر زي ما بيقولوا في زور قلقه ولا سيف، بس نربطوهم من قريب وكده نجيبهم في مكه، وبعدين احنا نقرب فيهم. شو الزور المغرور ده؟ لا يقول له يا ما تحت السواهي دواهي. عشان كده عتبه بن ربيعه قال لهم والله ارى البلايا تحمل المنايا. البلايا النيات والمنايا الموت. والله الناس شفتهم دين ما ناس عاديين تب، لو خلاص الواحد فيهم ما مات بموت بواحد منهم. فقوالي لو انك مخدم، يعني طابور خامس انت طابور خامس يا حكم ما تنفع معانا. وسبحان الله اميه بن خلف برضه ما كان داري يطلع. ابو جهل كمان اصلا صلى له عقبه ابن ابي معيط وقال له يا عقبه اداه المجمره، يعني المجمره اليوم زي البخور وزي الجلكه، قال لا توديها له وقول له انت بتجيب معاه النسوان ما في فايده. وطوالي يعني اميه بن خلف في الزاله قال له والله كمان بشوف. قال يعني لما خلاص جهز قال زوجته قال له ماشي وين يا ابا علي؟ عندي ولد اسمه علي. قال لا والله اذا نطلع نمشي الحرب. قال له صاحبك اليمني اللي قال لك شنو؟ سعد بن معاذ. قال له انا سمعت النبي قال بقتلوكم، وهم عارفين تماما يا جماعه انه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق. فشاء الله. المهم الحجر لا يمنع قدر. ابو جهل لقى سبب في شنو؟ في خروج الرجل ده. قال له انا بترسل لي عن زي ما بيقولوا حاجات العويل، لا والله يوريك انه انا راجل. وخرج. بعد ذلك بدأ شنو؟ المناورة. المسلمين عندهم الحوض غدف فيه الآنية، يعني أي ذو يخش يجي يشرب. في واحد من المشركين اسمه الأسود المخزومي قالوا سيء الخلق أغسم، قال والله حوض ده يا نشرب منه ويا نهجم. قالوا طوال مرتحب الحوض، يعني سيدنا حمزة مسكوا طوالي بالسيف قال بدر سابه، ولما خلاص رجله اتعطلت قال الشقلب سلسله كده عشان شنو يقر بقسمه. تم في الحوض وجراه منه طوال. ده كان اول قتيل في شنو؟ للمشركين. واول من رمي بسهم مهجع مولى سيدنا عمر رضي الله عنه. مهجع هذا من السود، حتى جاء في الخبر خير السود 3: مهجع وبلال ولغمان. مهجع ده رمي بسهم دون الحول، اول شهيد في بدر من المسلمين. ثم بعده سراغه بن الحارث. بعد ذا جاءت المبارزه، خرج 3 من صفوف المشركين وهم عتاولة القوم: عتبة بن ربيعة
وشيبة ابن ربيعة والوليد، يعني أخوين وولده. عتبة ده ولد الوليد، عتبة ده أبو الوليد، الوليد بن عتبة وشيبة، وتقابلوا الثلاث، عتبة وشيبة ومن الثالث عليه اللعنة، الوليد وعتبة وشيبة. اللي كلهم دين خرجوا، يعني اثنين اخوان واحد ولد. خرج لهم ثلاثة من الأنصار، لعلهم عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ. دين خرجوا بدون إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما بيتعارفوا الناس دول، فسألوا منكم منو؟ ناس مكة، ناس عتبة دين سألوا الجماعة منكم يا شباب، قال لهم احنا كذا وكذا، قال لهم لا لا. فنادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من بني عمومتنا. وليه الجماعة اللي بنعرفهم؟ لأن ما بنعرفهم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصدر تعليمات أن يقدروا يرجعوا، مع أنه أصلا قبل لا تقول لهم أطلعوا. طلعوا بارك الله فيهم من عند أنفسهم، حتى لا يقال محمد قدم أبناء القبائل. بنجيب ليش الناس اللي بيقدروا زي ما بيقولوا القبر والفلاح حمزة كلنا يا حمزة. فنادى النبي واخرج يا حمزة، واخرج يا علي، واخرج يا عبيدة. حمزة بن عبد المطلب عمه وجبه، نديم صديق صاحبه. وعتبة واجه قبال نكمل سيدنا علي معروف من هو أبا الحسنين. وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يعني ولد عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فشاء الله بعد ده عتبة لاقى سيدنا علي، والوليد عتبة لاقى حمزة، وشيبة لاقى عبيد، والوليد لاقى سيدنا علي، يعني شوية شباب زيه كده. فبدأت المبارزة، سيدنا علي خد صاحبه الوالي، وسيدنا حمزة برضه، وعتبة وشيبة، عبيدة مع شيبة، يعني كل منهما أثبت أخيه بضربة. فكرا عليه سيدنا حمزة وسيدنا علي، قتلوا صاحبهم، وسيدنا عبيدة جاءوا به إلى العريش. شفت منفعة العريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسل فخذ الشهيد، وقال له أرأيت يا رسول الله سيدنا عبيدة ده عبيدة بن الحارث لو مت إني شهيد؟ قال والله إنك شهيد. ففاض روحه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سعد بعد خلاص المشركين طبعا استغربوا، الناس ديل يقتلوا أعز ما عندنا وثارت فيهم الحمية، يبقى تشين على الجلابة والصحابة يجيبون. وبدأ القتال لما خلاص سحابة المعركة انقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيقاتل لنقص قتالهم الكر والفر، كان بيقاتل بشروع الصفوف. وكان أول شروع قتال يحصل في الإسلام، بل في منذ أن شرع القتال. وإذا أثنى الله عليه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبعد ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحمس، وقلنا نفع يا اخواننا شال التراب، فقال شاهد الوجوه هذه النفخة أي النفخة تحت التراب ما بقي مشرك إلا ودخلت في فمه ومن قلبه. الماء كان له خوف صايم من الرمي. والله جل شأنه يقول عن هذه الرمية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دون الأخذ بالأسباب، أنت تسبب ونحن نتم عليك، أو أنت هون ونحن نرجع لك خلاص. ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لما شاف سحابة النصر يعني تبسم، قال سيدنا أبو بكر الصديق هذا جبريل قادم بالخيل على ثناياها النخل. الكلام ده من بداية المعرفة. ووصل طبعا شنو؟ النصارى، هذا مصرع عتبة وهذا مصرع شيبة وهذا مصرع أمية. فالصحابة قالوا والله ما تخطى واحد مصرعه إحداثيات، أنت بتنزل في الزاوية كده وأنت بتنزل في المربع الفلاني خلاص، لأن الله جل شأنه وعده بالنصر. فبعد ده خلاص المسلمين يعني كانوا في قمة النصر، حتى أن أحدهم تمنى الموت أكثر من الحياة. سيدنا عمير بن الحمام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقاتلهم صابرا محتسبا إلا دخل الجنة، وكان السلم الأحد يتقوت منهم، قالوا والله ليس بيني وبين هؤلاء إلا أن يقتلوني هؤلاء
جدع التمرات ويلا وانخرط الى ان استشهد سيدنا عمير بن الحمام. فكان بيتجه ركضا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد. فقام يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء المعركه يلو سيدنا عكاشه بن محصن. عكاشه بن محصن السامي ده يقاتل لما سيفه قطع، قال له يا رسول الله ها انا السيف بتاعي قطع. فالنبي كان بيده عود جزل حطب اداه له، اول ما اداه له استلموا سيف صمت يقاتل به حتى قاتل به مسيلمه الكذاب. خلاص ودي يا اخواننا عادي جدا جدا، حتى الامام المهدي قالوا حصلت زمان اسف العشر مش. فشهدنا ان الله جل شانه بدأ ينزل النصر والاطمئنان على قلوب أوليائه. بعد ده خلاص تضعضع صفوف المشركين. أبو جهل ده ما مصدق كله ما مصدق أبدا. قال يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني مركزين غلام كده شاب وله يا عم أين أبا جهل؟ لما سمينا ما عرف أبو جهل. فقال له قال شنو؟ قال له سمعته يسب رسول الله سبا عظيما والله تلاقى سوادي وسواده الاعجب منا يموت. كان قرنا كده شوف فينا واحد بموت. قال ثاني مره كده جاء واحد برضه معاذ بن عمرو بن الجمل قال له ها وين ابو جهل اللي بتسمع له ده؟ قال له قال بشنو؟ قال له والله يجي على قبيله. قالوا نسيب النبي. فشاء الله ان قال لهم ده صاحبكم. قال رايته كالحرجه زي الشجره، يعني قال في الرماح نفع يشدوا كده ما فضل الراس قوم ثاني من الصعوبه لو مات خلاص. قال يعني مشوا عليه. فبعد ده خلاص يعني اول ما قتل اميه وقتل ابو جهل وقبال عتبه وشيبه قالوا يا جماعه هين الامر ده والله صعب والحاله دي ما بنسكت عليها. فبعد ده الامر فلت، القياده فلتت. النضر بن الحارث حامي لواء المشركين ده اسروه كتفوه وتب كتفوه. بعد ده بدا الصحابه رضوان الله عليهم ناس يجمعوا الاموال الدروع والاسلام وناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جماعه قاربوا كمان الجماعه شفت الذله. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيحكي ولم اطراف المعركه موقف قريب لسيدنا منو؟ بلال. سيدنا بلال عنده قبيله بايته على اميه بن خلف. طبعا كان يعني مستعبد وكان بيذل كل الاذلال. وسبحان الله عشان تعرف نصر الله يعني المعركه كان شعارها احد احد. احد كان يقول سيدنا بلال وهم بيعذبوا الخلف الصخره اليوم بقى شنو شعار للمسلمين والنصر، يقول احد احد. بعد ذلك سيدنا بلال شغال في التمشيط، ووين المدهر بتاعه موجه على منو؟ ووجه وين اميه راس الكفر ده انا دايم. فقال وقعت عينه فوق. واميه طبعا راجل نجيب. قال عبد الرحمن بن عوف سيدنا عبد الرحمن انت زول تاجر وبتعرف الشغل تمام، يا اخي دروعك دي خليها مالك مال الدروع، امسكني انا اسرني ولدي بفديني منك ب 400 ناس. طبعا خلاص تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. يدعى الدروع سيدنا عبد الرحمن ومسك صاحبنا ده وقال تعالى سيدنا بلال دي عايزه بس مين شافه؟ يا انصار الله عدو الله اميه بن خلف. قال وكان رجلا بدينا سميحا. قال قلت له ابرد مبارك فوق له. شفت الذله كيف قدر شنو؟ قال فبداوا تجللنا سيوفهم. وقال حتى شنو؟ طعنوه. سيدنا عبد الرحمن لما يحكي بمط ادم كده بيقول اجد طعن ذاته. المهم الجماعه شنو؟ قتلوا اميه بن خلف. وسيدنا عبد الرحمن لما يتذكر بيقول رحم الله بلال. بلال اخوي ده فجعلني في اسيري وما لقيت دروعي، يعني لا بلح اليمن ولا عنب الشام بلح الشام ولا عنب اليمن ولا بلح الشام كلهم ما لقاهم. الدروع جدع والاسير اللي كان يفدوه منه ما لقاه. وحكيم بن حزام كان من صفوف المشركين وانزلت زنكه عجيبه ما بعدها زنكه. لما اسلم
قالوا لما يجد في الحلف ويحلف شديد يقول لك والذي نجاني يوم بدر، دي خلاص ابلغ الحلف. حتى كان في ظلمات يقول لك دي لبدين ولا تقول والذي نجاني يوم بدر. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه صار سيدنا ما شاء الله. بعد ده حتى سيدنا العباس زادوا جابوا في الاسرى، والعباس ده برضه لما خلاص الاسرى جابوهم 70 يا اخوانا، 70 اسار و70 قتلى، يعني إذ ما بعد إذ، وكان 300 ال 317 أو 14 يعني الحمد لله 300 رجعت قافلة استشهدوا 14 دين. بعد ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشير أصحابه في الأسرى. الأسرى دي عملوا له شنو؟ سيدنا أبو بكر الصديق قال له نسائين تركنا أمتنا وناسنا. سيدنا عمر قال لا نقتله. الناس قال اول ليله حبس القتال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا بكر ان مثلك كمثل ابراهيم، يعني حين قال ان تعذبهم فانهم مثل عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. وانت يا عمر مثلك كمثل نوح اذ قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فجاء الوحي مطابقا لكلام سيدنا عمر ما كان للذين أن تكون لهم أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة لولا كتاب من الله سبق. فشاء الله أن يفاد الأسرى. يلا جاءت المقايضات. يا عباس انت عندك شنو؟ سيدنا العباس قال والله ما عندي حاجه. سيدنا النبي قال له هو يا عم ام الفضل لما جيت ماشي ابو ثلاثه تحت العتبه دي في كلام قال لها عنده اموال دفنت تحت العتبه عتبه بيته. قال لها ان مت خلاص دني راسي وان رجعت انا مخير في حقي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طوال شنو؟ كاشفوا قال له عندك كنز يا عم. شيخنا مرعي قال الاخبر بكنزي العمي الذي يفوق بدر التمر. فشاهدنا انه قال له يا عم عندك كنز دفن قلت له ما الفضل كيف خلاص بهي ما قادر يقول حاجه. والفداء الماء عنده مال من 1000 الى 4000 والماء عنده بعرف الكتابه يعلم 10 من ابناء المسلمين يعلمون القراءه والكتابه. يلا بعد يا اخواننا بدأ شنو؟ النبي يوصي فيه بالأسرى عشان النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكون رحيم. الأسرى ديل استوصوا بهم خيرا. سيدنا مصعب بن عمير قال عنده أخوه اسمه عزيز بن عمير كان في المشركين ومعروف أمهم كانت ذات مال، أمهم امرأة اقتصادية عجيبة. فقال له الزول الماسك أخوه ده هنا عمر الشركة اللي قاعدين نقوله قال له يا هذا استوصي به او اوثقه رفقه كويس فان له اما ذات مال عندها متاع وعندها اموال. فقال له هذه وصاتك بي يا اخي دي وصيتك علي؟ قال له هو اخي دونك. نحن صار اخوان بلدنا من ريح واحد ورضعنا في شطر واحد، لكن لا، الاخوه الحق يا اخوان اخوه الايمان. لكنه قال اخوه النسب قد تنقطع لكن أخوة الإيمان لا تنقطع. أخوة الإيمان يعني الليلة لو الكافر ما بيرث في المؤمن مش، لكن أخوة الإيمان واصلة. فقال له دي وصيتك بي؟ قال له المهم هو أخي دونك، هو أخوي في الإيمان. والأسرى كمان لما وجدوا المعاملة الطيبة قالوا والله إحنا يعني الناس دول بدون البر بدون القمح وهم باكلوا التمر اليابس، بدون الخبز بدون الطعام بدون الإدام زي ما بيقولوا بدون اللحم وهم باكلوا الويكا. فده معاملة عظيمة جدا جدا وفيها تجلي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلى عليه اسمين من أسمائه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد ده خلاص لما جاء الرجل وكان دارس سيدنا العباس قال دارس سلب حقه قال قصير كده. سيدنا العباس قال لسيدنا النبي والله الدول القصير ده لا اثر لي ولا حاجه. قال له والله اثرته. سيدنا النبي قال له اسكت فقد ايدك الله بملك.
قال له أسرني رجل طويل أجلح. قال له نعم أيدك الله بملك. ناس السماء الثالثة كلهم يا أخواننا لواء مظل نزلوا جاهدوا مع الصحابة رضوان الله عليهم. بعد ده خلاص يعني لما الخبر وصل مكة هناك الجماعة سقط في أيديهم. أول ما وصلوا الحصل شنو؟ طبعا الجماعة قاعدين السمار في النادي منتظرين. قال لهم والله قتل عتبة وقتل الوليد وقتل شيبة وقتل أبا جهل وقتل أمية بن خلف وقتل النضر بن الحارث وقتل. فقالوا اسكت والله ما بعد القوم بعده خير. ثاني في شنو؟ تفضل شنو يا زول؟ فقال لك طوالي أصدر قرار إنه ما ينوب ما في دفاع عشان محمد الرجل ما يجزع فينا ويشمت فينا. ما خلاص بقت. فشاء الله أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا زيد بن حارثة إلى الأهل العالية وعبد الله بن رواحة إلى أهل السافلة حتى عبد الله يبشرون بالنصر ذي ناس المدينة. حتى عبد الله يعني بن رواحة قال لما مشى لقى آثار بتاعت إنارة كده في شنو؟ في المغابر. كان الحاصل شنو؟ قال فإذا هي رقية بنت رسول الله. نفض الناس أيديهم من التراب دفنوها. عز سيدنا عثمان وبشروا بالنصر. عشان كده سيدنا عثمان عليه السلام رضي الله عنه أيها الأحباب عده رسول الله بدريا. أداه سهم بتاع فارس. أداه سهم بأنه شنو حاضر. لأنه يا أخواننا عزيمته كان دار يطلع لكن سيدنا النبي قال لا زوجتك دي عيان وأقعد إلا. يلا ده الخلاف يا أخواننا كده يا شباب. الخلاف اللي حصل بينه وبين سيدنا يعني عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعلى أطراف يا أخواننا القصة نلملم الأطراف يعني حصلت يعني مشاجرة بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان. وقال له يا عثمان أنا أفضل منك بثلاث أشياء. أنت ما تخرج على رأيي. قال له كيف الكلام ده؟ عدده. قال له الثلاثة. أولا أنا أدركت بيعة الرضوان وأنت ما أدركتها. والثاني أنا أدركت بدر وأنت ما أدركتها حضرتها. والثالثة أنا ثبت يوم أحد أنت ما ثبت من الذين فروا. قال له خلاص زي ما نقولوا اللي تمن في أمه البديع أمه تمن له فيها. خلاص يا أخوي تعال نتحاسب. بيعة الرضوان دي اللي هو كانت صلح الحديبية. أنا رسول الله بعثني رسول رسلني وبايع بكفه عني بيده عني. قال هذه يد عثمان ويد رسول الله أفضل مني ومنك. لا هنا حبايب. قال له خلاص. طيب الثاني قال له يوم بدر استأذنته في الخروج فجعلني أمكث مع زوجتي وابنته رقية فما ردتها إلى أن ماتت وكفنتها ودفنتها وضرب لي بسهم فارس. قال في حاجة؟ قال له حقتها يوم أحد. قال له يوم أحد فرار ندى. طبعا يا إخواننا الصحابة فروا يوم أحد ديل ما فروا جبنا. لا والله أرجل الرجال هم لكن اتخلعوا لما قال له نقنع عليه اللعنة إنه غتل محمد. وطبعا سيدنا مصعب فيه قالوا شبه من سيدنا النبي. عشان كده اخواننا دائما الحوار المرافق والملاصق روحاني الشيخ التحيل فيه. فقالوا سيدنا مصعب لما خر صريح شديد طوالي ابن غدي قال لهم قتل محمد. والصحابه خلاص فروا بعد ده خلى عنه. فقال له الامر ده ربنا عزاهم الشيطان ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه والله عفى عننا فتعانقا وتصافحا. الحالة واحدة يا حبيبي ما في عوض. كلام كله جاب شو؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه الحليم الصهر الحبيب سيدنا عثمان رضي الله عنه بدريا حضر المعركة بروحه وضرب له رسول الله بسهم. بعد ده بدأ شنو يا اخوانا؟ سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي هكذا قلنا في الخطبة إن الله أمرني ألا أفارقك حتى ترضى فهل رضيت؟ قال نعم رضيت.
والشاهد يا اخواننا قالوا ليه ربنا ما دام لك واحد زي سيدنا جبريل بقى على المشركين كده ابصايد داون عليها سافلها زي قوم لوط، لكن قالوا لا عشان تحصل العزه لهذا الدين ولهذا الحق. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وهناك ب3000 من الملائكة مسومين، أي لهم علامات وسيمة. فهذه الغزوة العظيمة والتي جاءت في ميعادها زمانا ومكانا، زي ما قلت لك يا أخونا الشيخ أمين إنه الليلة ليلة بدر 16 وبكرة 17، يعني تخلف إلا اليوم اللي هو يوم الجمعة. ففيها الدعاء المستجاب أيها الأحباب، وروحانية حاضرة. روحانية هؤلاء الصحابة حاضرة جدا يا أخواننا، فلا بد من شنو؟ الاستشعار، استشعار عظمة هؤلاء. ولو جبنا هؤلاء لما وصلنا هذا الدين ولا كنا في مثل هذا البيت الذي هو حصن من حصون الإيمان. يلا بعد سيدنا جبريل قال سيدنا النبي الناس الحضروا بدر ده رأيكم شنو؟ قال لا والله الناس الحضروا بدر ده أعظم ناس عندنا. قال لك هكذا نحن من الملائكة. فعشان كده يا اخواننا مش سبق ديني وبس، قالوا حتى السبق الاجتماعي، يعني الواحد من اولاد الانصار ولا اولاد المهاجرين جده خامس او السادس بدري لما يجي يخطب يقول له يا اخي انا والله مقدم لك وانا فلان من فلان من فلان وجدي حضر بدر، ولا لا والله انت كفء كريم. ها كانت يعني عظمه بعدها عظمه، ويكفي ان الله اطلق لهم السراح، خلاص سويتوا ده تاني حتمريك فاتح أي حاجة سووها مغفورا لكم. وبلاقينا كان حيين في فتح مكة لو كتب الله لنا عمرا في يعني إدراكها كان حيين يوم 20 أول جمعة اللي بتجي بعدها نتحدث عن فتح مكة. فقال سيدنا حاطب بن أبي بلتعة راسل المشركين يا أخوانا وذو قانون خامس في قانون العسكرية وفي قانون القوات المسلحة ضرب العود. سيدنا عمر طوالي جر السيف وقال له يا حاطب كمان عندك دربين ولا عندك وشين؟ قال لا والله ما قلت الله ولا رسوله ولا نفق. فسيدنا النبي قال له دعه يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم مغفورا لكم. فنحن ان فاتتنا بدر بالسيوف فلا تفوتنا بالروحانية والمشاهدة ولا تفوتنا بالاطلاع والترضي عن هؤلاء الرجال الذين حق عليهم قول الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وحق عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فاللهم بحق هؤلاء الرجال وبحق سيد الرجال البدر الذي نصروا به نسألك أن تنصر ديننا شاكرا ومقدرا ومعتذرا عن الإطالة. فجزاكم الله خيرا وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مقروبا من رحمتك وكثير يا ارحم الراحمين. اخواننا يا رب العالمين الذين جاءوا وحضروا معنا يا الله، اللهم لا ينسلخ رمضان هذا الا وتجعلنا في حين من ذنوبنا وتغفر لنا يا رب العالمين مشايخنا وابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وكل من كان يا رب العالمين سببا في تعليمنا وفي ربنا. اللهم يا رب العالمين اغفر للاموات منهم وارحم الاحياء يا رب العالمين. اللهم امن هذه البلاد وول عليها الخيار واتبع الشرار برحمتك يا رب العالمين. اعل رايتك رايه الدين يا رب العالمين. لا تجعل يا رب العالمين للمنافقين ولا للكافرين علينا سبيلا، انك انت المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ولجمعنا هذا، اللهم بارك لنا يا رب العالمين في جمعتنا وفي جمعنا يا رب العالمين وفي حارتنا وفي كل يا رب العالمين من له علينا مقصد ونية وسكون وسدة وحاجة يا رب العالمين. تجلى علينا برحمتك وخيرك يا الله. اللهم اغفر لامواتنا وكل شخصين، اللهم اغفر له وارحمه واتي نذره انه كان حمامه من حمائم هذا القسم يا رب العالمين. والان تحت رحمتك يا رب العالمين جميع الاموات واخواننا الحاضرين والغائبين وكل من له يا رب العالمين. علينا كل منة او رثاء عنا جميعا خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. تقبل الله.